شايفين كلمة لا اللي انتوا بتقعدوا طول النهار تقولوها ليور بيرنتس؟ لا انا نازل، لا انا خارج، لا انا هخرج مع اصحابي، لا انا مش رايح المدرسة، لا انا مش هذاكر، لا انا مش هصلي. ينفع اقول كلمة لا لاهلي؟ لو انت قلت كلمة لا بقيت ايه؟ عقوق في العقوق. صباحكم خيرات حسين. الفيديو ده كان انتشر من فترة كده وكان طلع ترند، بس انا عشان مش بحب امشي مع الترند ففضلت ان انا ما اتكلمش عنه في نفس الوقت. لكن انا لما اتكلم عن الفيديو مش هقصد ابدا ان انا هعلق على صاحبة الفيديو، لا خالص، هي شخصية محترمة جدا وانا عن نفسي بحبها وبحترمها. لكن خلينا نتفق بشكل او باخر على صياغة الكلام. اتكلمت قبل كده في اكتر من كلام وفي اكتر من فيديو الفرق ما بين البر والطاعة، وايه هي حدود البر وايه هي حدود الطاعة. وسألنا سؤال: هل عدم الطاعة هي اللي بتؤدي للعقوق ولا عدم البر هو اللي بيؤدي للعقوق؟ لانه الطاعة والبر مختلفين. الطاعة هو ان انا افضل اقول حاضر وطيب ونعم، واستحالة الدين الاسلامي اللي انشأ الاسلام او انشأ الشخص بانه يكون انسان قوي وحر وصاحب رأي وقرارات، ان هو يخلي حتى لو كان الابن بهذا الخضوع والخنوع من الطبع. فإذا عدم الطاعة لا يؤدي أبدا أبدا للعقوق، لكن عدم البر هو اللي بيؤدي للعقوق. والبر هو سوء المعاملة، سوء الردود. يعني لو احنا بنتكلم بالطريقة اللي هي بتتكلم بيها هقولك الطريقة غلط، وده يعتبر عدم بر. عدم البر بالطريقة دي هقولك ممكن يؤدي للعقوق، لكن يقدر يقول لا؟ طبعا اي حد من ولادنا يا جماعة يقدر يقول لا، ده حقه كامل مكمل. احنا مش بنملك ولادنا، احنا لينا حق النقاش، حق النصيحة، ناخد وندي، وخصوصا بعد سن معين، بعد سن المراهقة او في فترة المراهقة بيبقى مهم جدا جدا ناخد وندي مع ولادنا في اجزاء معينة واتفاقات معينة. لكن تاني وهكرر وهنأكد يا جماعة، عدم الطاعة لا يؤدي للعقوق، ولكن عدم البر هو اللي بيؤدي للعقوق. وعدم البر هي ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اللي بيحصل بقى العكس. اللي بيحصل يا جماعة ان احنا بنفضل نعلي صوتنا ونزعق لبابا وماما ونثور، وفي ناس بتشتم وفي ناس بتعمل حاجات غريبة جدا، وبعد كده بعد ما تهدى تقول خلاص انا هرجع اعمل اللي بابا وماما قالوا عليه عشان ما بقاش ابن عاق او ما بقاش بنت انت اوريدي بقيت ابن عاق وبنت عاق اساسا، بالصوت العالي والزعيق والشتيمه والتجرؤ على الاب والام، ان احنا بنقول اف لهما او بننهارهم او بنقولش قولا كريم. لكن عدم الطاعه ده مش عقوق. ادوا لولادكم حق ان هم يقولوا لا، ادوا لنفسكم ولولادكم حق النقاش. بلاش اسلوب التربية الغلط اللي احنا كنا متربيين عليه. ممكن ندور كتير قوي قوي، ممكن نشوف حاجة من الحاجات اللطيفة قوي قوي ان الرسول عليه الصلاة والسلام، دايما بفتكر الحديث ده لما كان جنبه غلام، والغلام ده قال له عايز تحب ان انا ادي اللبن للشخص الصحابي الاكبر منك؟ قال له لا اؤثر بحقي فيك يا رسول الله. كان ممكن ببساطه شديده يقول انت كده بتسمعش الكلام وانت كده مش عارف ايه ومع ذلك ادى للغلام اللبن قبل الصحابي الكبير اللي بعد منه. فلولادنا حق الرفض، لولادنا حق الرفض، وده شيء طبيعي جدا جدا. احب جدا 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 اسمع رايكم في الموضوع ده، احب جدا جدا نتناقش فيه لان هو موضوع مهم جدا لينا كلنا. شكرا لكم. كان معاكم نهى موسى، باوندري كوتش وريليشن شيب كوتش. تابعوني عشان هنتكلم في كل حاجه تخص الحدود.